بعدين مرحله المجموعات باذن الله ان شاء الله. واحنا خلاص اتكلمنا قبل كده عن الحكم. عارف الناس ما يهمنيش جنسيته، لكن يهمني تصرفه. مش عايز اقول لك اصل ده حكم ليبي حكم جزائري، لا ده حكم. بقول مذيع طبعا. واعتقد ان الزياره بتاعت امبارح بتاعت حاكم الطائف الامير المحترم، انا بعتبر ده رد اعتبار لنادي الزمالك وفريق الزمالك ونادي الزمالك بسبب المذيع اللي كان مش محايد واساء للاعلام السعودي. ده جزء. انا طبعا يا جماعه في مشكله كبيره. انا جيت النهارده اشوف مديونيه نادي الزمالك. المديونيه طلعت 63 مليون 481 590 9 جنيه. 63 مليون طبعا 841 590 9 دي المجموع، يعني حوالي 64. وبعدين عشان أيد القائمة الأولى اهي تبدأ بمحمد عواد، أدهم محمود عبد المنعم، أدهم خواتم. أولا القائمة الأولى الكبار عاملة 39 كبار الصغيرين 39 82 يعني حوالي 80 مليون. وهنا قلنا 64 مليون يعني حوالي 104 مليون. ده الاتحاد الكورة. القيد واقف بسبب الغرامة بتاع سبورت لشبونة حوالي مليون $400. وعندنا أشبونج برضو حوالي 2 مليون تقريبا. دول احنا كنا نصنع 90. طبعا ده ايام اللجنه ما كانش محامي فاتحكم ضدنا بالمبلغ فسددنا ومسكنا في الراس ومسكنا في الدار. الناس الثالث اتحجز علينا قطاع الناس فتوافق من سبب سبورت وسبب اشبون. انا طبعا حاولت مع اتحاد الكوره عشان قاعدين نسجل الولاد، فاتصرفت في حوالي ان احنا نكون معاهم. اتصرفت في حوالي 30 اللي بيقول 30 مليون. اللي بيقول بقى طب وهي فلوس مش عارف امام عاشور فين يا ابني؟ قدام مصر اي حد يكتب واحد بس احنا خدنا عموله او سمسره. انا اولادي اقدم طلب رسمي للمدير المالي نادي الزمالك التبرع بتاعي اللي هو 30 مليون 500 قول عايزه. احنا مش معقول بندفع وندفع في الاخر ان احنا اللي بناخد. تاني بقول اهو كلام واضح، المنشور اللي عمال يطلع والارقام اللي عماله تطلع وفلوسنا فين وفلوس فين. اعتقد في المؤتمر الصحفي على ما اتذكر اللي فات ده اللي عملته جوه النادي، انا جبت المدير المالي طلع بيان. انا اتذكر يعني ان احنا دخلنا 390 مليون صرفنا، او دخلنا 390 مليون صرفنا 390 مليون فاضل. انا الفتره اللي فاتت دي جمعت حوالي 80 مليون زياده عشان الفرق الرياضيه وفلوس الراجل المدير الفني والمرتب. احنا بس مرتبات 12 مليون يا ابني، فانت قلت 12 مليون في 4 اشهر غير الاجهزه. فبلاش حد يتكلم في الذمه الماليه عشان انا نوع هنا دي. فمحدش عندنا بياخد، احنا اللي بندفع. ولو سالت الاخوه بتوع مثلا مدير النشاط الرياضي عايش احمد عبد الدايم اقول لك احمد بيدفع. ولو سالت بتوع الكوره عندك احمد ابراهيم هيقول لك امين بيدفع. فاحنا مش عايزين قله ادب على ناس بتدفع. فالمهم دلوقتي عشان نختصر، انا اتصرفت وقبضت امبارح الموظفين والعمال، وفي حوالي على 20 مليون كمان انا اتصرفت فيهم. عايزين نبعت الراجل جزء من مستحقاته اللي هو المدير الفني ده ما بيعرفش. وانتوا عارفين ان انا كنت شهر محبوس وبعدين شهر بره. يعني انا عايز اقول كلمتين يا جماعه. جماهير الزمالك هتفرح
جماهير الزمالك تفرح. عشان تفرحها لازم يبقى في بطولات، عشان تجيب بطولات لازم يكون في لعيبه، وده حقها. هي مالهاش علاقه بقى ممدوح عباس على مرتضى يتحرق الكل. المهم هم عندهم عايزين يفرحوا. ده جمهور حياته كلها انه سعادته في نادي الزمالك انه يحقق. فانا خدت قرار، قول لي ممدوح عباس قدام مصر كلها، الخناقه اللي بيني وبينك انا اعتبرتها انتهت. انت بتقول لي خناقه بيني وبينك، انا مشيت خلاص، مشيت خلاص. انا خارج المشهد بتاع نادي الزمالك، وانا مشجع درجه ثالثه في نهايه في البطوله. ارفع الحجز عن نادي الزمالك ب 100 مليون. ارفع الحجز عن نادي الزمالك ب 100 مليون. انا مشيت وامير مشي كمان من شهرين ورافض يرجع، وامير عمل عقود مع 3 لعيبه، والرابع كان فتوح اتفق خلاص مع بالتفصيل مع خالد المختار كان معاه تفويض. امير هيسلم العقود وهيسلم التفويض لاي حد موجود في مجلس. احمد عنده لاعب خلاص يعني تم التعاقد معاه، اعتقد اعلن عنه بكره ان شاء الله. لاعب جامد جدا جدا، عشان الواد اللي قاعد يتريق يقول لك مش عارف مين بس ايه اي كلام مش مشكله. احمد بقى عايز يكمل، عايز يقعد، ولادي عندهم شخصيه ومحترمين، واللي بيقول ان احمد جاب شويه عيال بنات مش عارف يكمل، كل ده كذب في كذب في كذب. دول اللي خدوا بطوله افريقيا لاول مره في تاريخ الزمالك، وفريق اليد الطايره اللي عمله اول مره في تاريخ الزمالك، دوري وكاس ودوري وكاس. اليد ما شاء الله يعني حدث ولا حرج. بطولات خدم 14 بطوله الحمد لله، خدناها في فتره سنه. فانا بقول له قدام مصر كلها انا خارج الماتش، ارفع الحجز وسايب النادي في حوالي 21 مليون جنيه، تمام؟ يكملوا يبعتوا جزء الشبونج دون، ويبعتوا الراجل الاجنبي. وبشكر كل اللعيبه الرجاله الابطال اللي اتحملوا يا كابتن شيكابالا، والله عارفين انك تتحملوا، بس ما كانش ينفع انه بعد الماتش وفرحه الجماهير يقول عندنا مشاكل. كنت عايزك تكمل ان المشاكل دي بسبب ممدوح عباس اللي حاجز على الارصده، كمل. لكن اللعيبه رجاله، اللعيبه مستحمله كلهم، في وقفه راجل صراحه. دي اللعيبه اللي نوعيه الجماهير تبقى عايزاها. ان شاء الله ربنا يوفقهم باذن الله. في نفس الوقت انا سايب النادي ولم اتنازل عن دولار واحد من كهرباء او مقسط. من 2 مليون تقريبا دلوقتي بقى 2 مليون ونص دولار، واخر ميعاد بكره ان شاء الله للدفع. ما دفعش هيتوقف، دفع اهو دخلت كمان 2.5 مليون دولار، يعني حوالي 100 مليون جنيه، والمحجوز على 100 مليون هيفك لنا ازمه كبيره جدا جدا جدا. اللعيبه تاخد مستحقاتها، اللعيبه الجداد اللي تم التعاقد معاهم ياخدوا فلوسهم، هم من احسن لعيبه على فكره اللي هو الراجل اختار. فاتمنى اهو قدام مصر كلها بقول اهو انا خارج المشهد، انا خارج نادي الزمالك. والانتخابات هيتفتح باب الترشيح يوم 31 اكتوبر، اللي عايز ينزل يتفضل، اللي بيحب النادي. يعني انا النهارده لو بصيت لمصلحتي اقول لا، ده انا رئيس نادي غصب عني اي حد، ده انا الناس انتخبوني 4 5 دورات ورا بعض. انما انا شخصيا كمرتضى منصور بصيت، انا شايف ان نادي الكيان اللي انا بحبه ده، بقول بحبه بجد، بينهار. بينهار ليه؟ عشان واحد داخل خناقه انا مش طرف فيها اصلا، هو داخل خناقه، هو لو حاجز عليا ما عنديش مشكله، لكن ده هو حاجز على النادي اللي هو بيقول ان هو بيحبه. وهو لو انت بتحبه فعلا خلاص انا مشيت يا عم. انا النهارده شعرت لما لقيت المبالغ دي كلها، انا اتصرفت في جزء كبير عشان نقدر نأيد القائمه الاولى دي اهي، اللي بتبدا محمد عواد رقم 26 الجزيري، وبعدين بتبدا الشباب تبدا في محمد علاء، طارق ما اعرفش الهوا فانا بتمنى انا خارج المشهد. بعد الماتش بكره ان شاء الله انا عندي احساس ان ربنا هيوفقنا باذن الله. انا بعد الماتش ان شاء الله مسافر، تمام؟
لو بتحب النادي، تحب الكيان، اتفضل ارفع الحجز. وبقول للسيد وزير الماليه المحترم من فضلك ارفع الحجز عن نادي الزمالك. انت بعد كده قبل كده عملت بيان في اعتقد 2015 قلت مرتضى منصور النادي الوحيد اللي سدد كل الضرايب اللي عليه، وجدول انا بعت لسيادتك طلب مكالمه فحضرتك جدول ده. وبقول لمجلس الاداره في النهايه مجلس محترم جدا جدا، واقف في ظهري جدا جدا، احنا وقفه جامده كلهم بصراحه. في نفس الوقت طبعا انا بس عايز اقول ان الاخ سمان وهدان انه اللائحه اللي المفروض طلعتنا انه بيجيب 4 جلسات بره. اللائحه اللي الاخ احمد يعبس باحترامنا ليه والوالد لكم هو قدم استقالته، فاللائحه الانتخابات هتبقى على مقعد رئيس ونائب رئيس واثنين من الاربعه اللي عايز ينزل فتره. فبرضه السيد وزير الماليه يرفع الحجز. بقول لممدوح عباس الخناقه خلصت خلاص، اتفضل ارفع الحجز وخلي ال 100 مليون مجلس الاداره يستلمهم علشان يقدروا يسددوا الاستحقاقات دي، استحقاقات اللعيبه اللي هترجع بالسلامه اللي اتمنى ربنا يوصلوا النهائي ويجيبوا مبلغ كويس برضه. اتمنى يا رب عشان اللعيبه دي تعبت. الجهاز الفني راجل الجهاز الفني محترم. ان انا لسه قايل دلوقتي خبر ان الزمالك بيتعاقد مع مدير فني برتغالي، ده ينفع قبل ماتش يا جماعه؟ لا في برتغالي ولا مش برتغالي، هو الراجل ده موجود ومكمل لانه الموسم خلص. المفروض لو احنا عايزين نمشيه كان اخر ماتش في دليل ان هو مكمل السنه الجايه ان الراجل قاعد ومكمل وسافر اهو. اخيرا بقول لمجلس الاداره ناديكم اسم نادي الوطنيه والكرامه. كرامه جمهور الزمالك واعضاء جمعيه الاميه اللي هم فوق دماغي وبشكرهم جدا 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 وهيوحشوني جدا جدا جدا. حاجه راقيه عايز اقول لهم كرامه نادي الزمالك في السماء. النادي ده نادي الملوك فعلا. يكفي ان رئيس ملك مصر في يوم من الايام ملك فاروق طلب من حيدر باشا وزير الحربيه ان يسمى النادي باسم الملك فاروق. الوطنيه رئيس ناديكم طول عمره في ظهر مؤسسات دوله سند، عيشكم سند. هو في يوم من الايام تكون شوكه في ظهر مؤسسات دوله. انا بشكركم ان شاء الله كده خير، واتمنى بكره ان شاء الله ربنا يوفق، وانا عندي احساس ان ربنا يوفقنا.